المهم نرجع لاعمال هنا الزاهد ونشوف الاعمال اللي هتتعرض لها الفتره اللي جايه. وهي بصراحه الفتره الاخيره بقت بتختار الاعمال اللي بتشارك فيها كويس جدا، سواء كانت بتشارك في العمل كبطوله او دور تاني. يعني مش ماشيه بنظام اللي هو اليومين دول بتوعي في اي حاجه هتعرض عليا هعملها وخلاص. واول فيلم معانا هو فيلم فاصل من اللحظات السعيده، وده فيلم كوميدي رومانسي، والفيلم من بطوله هشام ماجد وهنا الزاهد، وبيشاركهم البطوله بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وتاليف جورج عزمي وشريف نجيب، واخراج احمد الجندي. وبصراحه الاسماء دي مطمناني ان انا هشوف فيلم حلو. والفيلم بيحكي عن اتنين متجوزين عايشين حياه تعيسه جدا، وبتحصل حاجه مفاجاه بتحول الحياه تعيسه لحياه سعيده. الفيلم ده اتصور منه شويه وبعدين التصوير وقف بسبب انشغال ابطال الفيلم بمسلسلات رمضان اللي فات. بس هشام ماجد اعلن من كام يوم ان هو رجع يكمل تصوير الفيلم، وده مش هيبقى التعاون الوحيد اللي بين هنا الزاهد وهشام ماجد السنه دي، وده هياخدنا للعمل اللي جاي. فيلم بضع ساعات في يوم ما، والفيلم ماخوذ عن روايه بنفس اسم الفيلم للمؤلف محمد صادق، والروايه دي اتنشرت سنه 2012. والفيلم ده بيشارك فيه نجوم كتير جدا. عد بقى معايا كده: هنا الزاهد وهشام ماجد وعائشه بن احمد واحمد السعدني وخالد انور وميان السيد ومحمد سلام وهدى المفتي. والفيلم ده احداثه كلها بتحصل في 8 ساعات، وال8 ساعات دول بيبداوا من الساعه 12 بالليل. الفيلم هيبقى عباره عن كذا قصه مرتبطه ببعض، والقصه اللي هتبقى بطلتها هنا الزاهد هيبقى بيشاركها البطوله هشام ماجد، ودي هتبقى تاني مره نشوفهم بيشتغلوا مع بعض في نفس السنه. وتالت عمل معانا النهارده وهو اقرب عمل هيتعرض لهنا الزاهد، وهو مسلسل اقامه جبريه، وبيشاركها البطوله محمد الشرنوبي وصابرين ومحمود البزاوي وسراء جبيل. والمسلسل تاليف احمد عادل واخراج احمد سمير فرج. المسلسل مكون من 10 حلقات وهينزل على منصه من المنصات، والمفروض ان هم هيبداوا تصوير الاسبوع ده.